السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه كده مع بعض. طبعا النهاردة تالت يوم من ايام شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتقبل منا صالح الأعمال، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه كده على الفطار النهاردة. هنعمل بقى صينية مكرونة بالبشاميل، طعمها جميل جدا، وهنعمل لها بقى صوص بشاميل كده طعمه خطير جدا، ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة بقى هنعملها وهي ان احنا هنعمل ايه، هنعصج اللحم. معايا بقى نص كيلو لحمة مفرومة بالشكل ده كده، ومعايا بقى بصل وفلفل اخضر وطماطم، والطماطم شايلة القشر من عليها، يعني مقشرة القشر بتاع الطماطماية، وفص توم. وطبعا كمية البصل والفلفل على حسب ما انتوا تحبوا، يعني حابين بقى تزودوا كمية اللحمة زودوا كمية البصل والفلفل، حابين تخلوها كده وسط، يعني خلوها مثلا لنص كيلو اللحمة بصلتين حجم وسط، واربع فلفلات او خمسة على حسب برضو حجم الفلفل، بالشكل ده كده. هبدأ بقى كده افرم البصل والفلفل والطماطم وفص الثوم في الكبة بالشكل ده، هفرمهم بقى فرم ناعم جدا بالشكل ده كده. البهارات بقى اللي احنا هنستخدمها في عصاج اللحمة: فلفل اسود ومكعب مرقة، وطبعا ممكن نستغنى عن مكعب المرقة ده حسب رغبتك. ومعانا بقى كده رشة بسيطة كده من القرفة والسبع بهارات وبابريكا، وكمون وكزبرة بالشكل ده كده. وهنظبط بقى الملح بتاعها حسب الرغبة، بس خلي بالك بقى لو انتي ضايفة مكعب مرقة تقللي الملح شوية، لان المكعب المرقة بيكون فيه ملح عشان ما تطلعش منك ملح. حابة اشكركم بقى جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتسعدني دايما، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. وحابة بقى افكركم كده لو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله، وعلشان كمان عيلتنا تكبر بيكم. اول حاجة بقى كده بعد ما فرمنا بقى المكونات بتاعتنا في الكبة كده، هنيجي بقى كده في طاسة على النار وهنحط فيها بقى معلقة سمنة كده او معلقة زبدة او زيت، زي المتوفر عندك حطيه عادي. ما تنسوش بقى تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، وكمان تقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. بعد بقى كده لما ضفنا معلقة السمنة وساحت بقى بالشكل ده، هنبدأ بقى نضيف اللحمة على طول، ونبدأ بقى نقلب فيها كده. وهنا بقى كده كنت حاطة حلة فيها مية عشان نسلق المكرونة. طبعا ممكن تستخدمي اي نوع مكرونة انت تحبيه، مش شرط المكرونة دي عادي يعني، اي نوع مكرونة متوفر استخدميه. بعد بقى ما لون اللحمة غير معانا بقى بالشكل ده كده، هنبدأ بقى ننزل بالبصل والفلفل والطماطم وفص الثوم اللي احنا ضربناهم في الكب بالشكل ده كده. هنقلب بقى كده كله في بعضه بالشكل ده كده. هنضيف بقى البهارات اللي احنا قلنا عليها بقى، وهنضيف كمان فلفل اسود، وهنديلها بقى تقليبة حلوة كده. هحط لها بقى كده معلقتين كبار من الصلصة علشان يبقى لونها احمر كده وحلو، وهديلها كمان رشة من الفلفل الاسود، ونقلب بقى. نديلها بقى كمان نص كوباية مية لحد ما تتشرب المية دي كده على نار هادية، تبقى كده استوت وجاهزة معانا. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ معانا بقى فراخ عاملين فيها بقى شرايح وفتحات كده علشان تتشرب من التتبيلة، احنا هنتبلها بقى عشان نشويها في الفرن، ونعمل لها بقى فحمية كده كأننا شوينها على الفحم بالظبط. البهارات بقى اللي معانا: ملح، وطبعا ظبطي ملحك حسب رغبتك، ومعانا بقى رشة من القرفة وبهارات شوي والسبع بهارات وبابريكا مدخنة، والبابريكا المدخنة بجد بتخلي طعم المشويات جميل جدا يا جماعة، وكمون وكزبرة. هنضيف ومعايا بقى بصلة وفلفل وطماطماية
وفصين من التوم وعلبة زبادي وفلفل اسود وليمون وزيت، عشان الزيت بيخلي الفراخ معانا طرية كده وحلوة. ضفنا بقى كل المكونات على بعض بالشكل ده كده علشان بقى نتبل الفراخ بتاعتنا. بنعصر بقى الليمون كده. انا عصرت بقى ليمونتين كاملين، لو عندك ليمونة كبيرة تبقى استخدمي ليمونة واحدة بس. ونضيف بقى الفلفل الاسود، شايفين بقى شكل المكونات بقى وهي على بعض. هنضيف بقى كمان معلقتين كبار كده او 3 معالق كبار من الزيت، ونضرب بقى المكونات بتاعتنا دي او نفرمها كويس. هفرمها بقى كده بالهاند بلندر او افرمها في الخلاط عادي. بعد بقى ما فرمناها كويس بقى بالشكل ده، رجعت بقى زودت كمان معلقة كبيرة من الزيت. بجد بجد التتبيلة ريحتها خطيرة جدا، جربوها بقى وقولولي رأيكم ايه في الكومنتات. هنبدأ بقى كده نضيفها على الفراخ ونتبل الفراخ كويس، ونتأكد كده ان التتبيلة وصلت لكل جزء من الفراخ بالشكل ده كده. اللي وصل بقى معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده. بعد كده بقى هنغطيها بقى بستريتش ونسيبها بقى ساعتين او 3 ساعات او الوقت اللي انت تحبيه عادي. ويلا نشوف هنعمل ايه بقى بعد كده. هنا بقى اللحمة المعصجة بقى او العصاج بتاع البشاميل اللي كان جاهز معانا بقى بالشكل ده. لونه خطير وبجد كان جميل جدا. هنا بقى بعد ساعتين او 3 ساعات اهو، سبتها 3 ساعات ونص بالظبط. هنجيب بقى كده الفراخ بعد 3 ساعات ونص ونضيفها بقى في الصينية بالشكل ده كده. هنسويها بقى في الصينية بتاعتنا بالشكل ده. ده شكل الفراخ بقى بعد ما رصيناها بقى وسويناها في الصينية بالشكل ده كده. هنبدأ بقى كده نغطيها بورق فويل علشان ندخلها بقى الفرن. هندخلها بقى كده الفرن، نولع عليها بقى النار من تحت، واول ما تستوى كويس هنشغل عليها الشواية تاخد لون حلو كده، ونحط لها بقى فحماية ونغطيها ونسيبها بقى لوقت الفطار. هنيجي بقى بعد كده المية بقى اللي بتغلي علشان نسلق المكرونة. هنضيف بقى كده رشة من الملح، يعني ربع معلقة من الملح كده، وبعدين ننزل بالمكرونة بتاعتنا علشان بقى نبدأ نسلقها. مش هنسويها بقى سوا كامل، هنسويها نص سوا، والنص سوا التاني هتاخده بقى في صوص البشاميل في الفرن. هنا بقى المكرونة خلاص اتسلقت وصفيتها بقى من المية. يلا بقى نجهز للبشاميل. هنيجي بقى كده في نفس الحلة اللي سلقنا فيها المكرونة غسلتها وهعمل بقى فيها صوص البشاميل. هننزل بقى كده ب4 معالق كبار من السمنة او 5 معالق، وهنستخدم برضو 5 معالق كبار من الدقيق. نفس كمية السمنة هي نفس كمية الدقيق عشان يطلع معانا صوص بشاميل مظبوط كده. هنبدأ بقى نضيف الدقيق كده بعد ما السمنة ساحت ونقلب كله كويس مع بعضه. هنديله بس تشويحة كده من 3 ل5 دقايق. ومعايا بقى لترين من الحليب، وهحتاج كمان اضيف عليهم كوباية مية كبيرة. لو موجود عندك شوربة ضيفي كوباية شوربة كبيرة. وهنستخدم بقى برضو رشة من القرفة وفلفل اسود ومكعب مرقة، وممكن تستغني عن مكعب المرقة وتظبطي الملح بتاعه وهيطلع معاكي جميل. ومعانا طبعا ميكس جبن وقطعتين كده جبنة مثلثات، والجبنة دي طبعا حسب الرغبة. هننزل بقى بالحليب بتاعنا على 3 مراحل. هننزل بشوية ونقلب كده لحد ما الدقيق ايد بتنزل باللبن وايد بتقلب علشان الدقيق ما يكتلش ولا يكلكع منك. خليكي دايما تقلبي فيها كده باستمرار لحد ما تضيفي كمية الحليب كلها.
بالشكل ده كده. وزي ما قلتلكوا انا ضفت كوباية مية كبيرة. ما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده. قولولي بقى كده عملتوا ايه على الفطار النهاردة كده. طبعا بقى هنفضل نقلب كده لحد ما نوصل للقوام المطلوب. مش عاوزين قوام خفيف قوي ولا تقيل قوي، لان كده كده لما بنطفي عليه النار وبنسيبه شوية القوام بتاعه بيتقل. هنضيف بقى كده مكعب المرقة ورشة القرفة وفلفل اسود، وطبعا هنظبط الملح بتاعها. لما قوامها بقى تقل شوية كده قمت جاية بقى نازلة بالجبن كده. طبعا الجبن حسب الرغبة، ممكن تستغنى عن الخطوة دي خالص. بعد بقى ما وصلنا للقوام ده كده كده صوص البشاميل بقى جاهز معانا. هنيجي بقى كده بعد ما جهزنا بقى المكرونة واللحمة العصاج والبشاميل، هننزل بقى بشوية من صوص البشاميل كده على المكرونة ونقلب كويس لحد ما نخلي كده الصوص كده متغلغل في المكرونة كده وكلها ملانة صوص. معايا بقى الصينية اللي انا هعمل فيها المكرونة ودهناها بقى بالسمنة بالشكل ده كده، وهنزل كمان كده بمعلقة كبيرة كده حلوة من صوص البشاميل الاول، وبعد كده هنضيف اول طبقة من طبقات المكرونة بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنضيف اللحمة، وهنسوي بقى اللحمة بتاعتنا كده كويس علشان ما يكونش في حتة فيها لحمة اكتر من حتة، هنسويها بقى كويس كده. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تضغطي لايك، وتسلم ايديك يا ست الكل. بعد بقى ما سوينا بقى طبقة المكرونة الأولانية وبعدين ضفنا اللحمة وسويناها بقى كويس كده، هننزل بقى بطبقة المكرونة التانية. هننزل يعني بباقي كمية المكرونة اللي موجودة معانا بالشكل ده كده. هنسوي بقى طبقة المكرونة بقى كويس كده، وهننزل بقى كده آخر طبقة بقى وهي الصوص البشاميل. هننزل بقى بباقي الكمية كلها كده وهنسويها بقى على وش المكرونة كده. طبعا بقى لو حابة تضيفي جبنة او اي نوع جبنة حابة تضيفيه على الوش كده طبعا ضيفي حسب رغبتك، بس انا بقى ما حبيتش اضيف جبنة على الوش، استكفيت بالجبنة اللي انا حطيتها على الصوص بتاع البشاميل. هدخلها بقى الفرن كده تاخد لون جميل، ونقدم بقى الاكل مع بعض كده. وكان خلاص الاذان قرآن المغرب كان خلاص بيقول، وقدمت بقى الفطار بالشكل ده. كان عندي بقى كوسة فايضة من اكل امبارح، وبسلة ورز بالشعرية سخنتهم برضو وقدمتهم كده جنب الأكل. وعملت بقى كام واحدة سمبوسك كده بالجبن، وعملت بقى عصير جوافة من الجوافة اللي احنا مفرزينها مع بعض، بجد طعمها جميل جدا. ودي بقى صينية المكرونة بالبشاميل، بجد كان طعمها خطير. جربوا بقى الطريقة دي وقولولي رأيكم فيها ايه، وقولولي بقى بتعملوها ازاي، وقولولي بقى كمان عملتوا ايه على الفطار النهاردة. دخلنا بقى صينية المكرونة الفرن، اخدت لون جميل كده من تحت واخدت لون جميل من فوق وبقت جاهزة معانا. والفراخ برضو زي ما قلتلكوا كده بعد ما استوت حطيناها بقى تحت الشواية كده، اخدت لون جميل وعملنا لها بقى فحمية حلوة وبقت برضو جاهزة كده معانا بالشكل ده كده. ما تنسوش بقى تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، ولو انتوا جداد في قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انزله. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو. صوما مقبولا وافطارا شهيا، ربنا يتقبل منكم يا رب صيامكم وقيامنا وصالح الاعمال يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ودمتم في رعاية الله.